كنت في أحد الأيام جالسة مع زوجي في مطعم نتناول طعام الغداء. كان هناك على الطاولة المقابلة رجل جالس مع فتاة، ولاحظت أكثر من مرة أن هذا الرجل ينظر إلي بنظرات طويلة تحمل نوعا من الاستلطاف والإعجاب، وبدأ يقوم بحركات حتى بلغت يلفت انتباهي، له كترتيب جرافيت أو غيرها من اللباس، أو يرسل لي قبلة في الهواء، حتى أنني أعجبت بشخصيته وقدرتي على فعل هذه الأمور دون أن تلاحظ الفتاة التي معه ذلك، ودون أن يلاحظ زوجي. وتكررت نظراته لي وحركته بيده، وكنت أشعر بفرحة حتى بدلته النظرات، وكنت أبتسم بدون ما زوجي يشعر. وقررت مهما حصل من أمور وبيني وبين نفسي، تمنيت أن تحين لي الفرصة لأن أعرف رقم هاتفه أو من هو وماذا يريد. لقد شغفت به جدا. وفجأة طلبت من زوجي الإذن للذهاب إلى الحمام، وذهبت إلى الحمام ونظرت إلى ذلك الرجل نظرة معناها تعال ورايا، ورأيته يتبعني نظرت خلفي داخل الحمامات، فرأيته هو ذو قامة طويلة أسمر مبتسم جميل. لن يكلمني بأي كلمة، إلا أنه أعطاني كرت مكتوب عليه اسمه ورقم هاتفه، وقال لي: منتظر سماع لحن صوتك يرن من داخل الهاتف. وقبل أصبع يده ووضعه على شفتي. شعرت برعشة في كل جسدي، وحدث نبض في قلبي. عدت من الحمام، ولم يلاحظ زوجي ما دار في الحمامات، فقد كان منهوكا يتناول الأطعمة ويتلذذ بها. عدنا إلى البيت أنا وزوجي، وكان زوجي متخما من تناول الغذاء، فوضع رأسه لينال قسطا من الراحة ونام في نوم عميق. لكني أنا لم أستطع النوم بعد الغداء، فما زلت أفكر بهذا الشاب الأسمر الذي رأيته في المطعم، ولم أجد نفسي إلا أن رفعت سماعة الهاتف وأتصل برقمه، ودار بيننا الحديث التالي: ألو، من؟ رديت عليه: نغم. الشاب: من نغم؟ أنا نغم، الفتاة التي كانت في المطعم. صدقني يا مدام، كنت جالسا أفكر بجمالك الرائع، ماذا فعل بي؟ أنا اسمي عمار. أجبته: لماذا أعجبتك إلى هذا الحد؟ عمار: يا سيدتي، أنت رائعة بكل المقاييس، فلك وجه هو القمر، وجسم هو أسطورة النحاتين، وشعر هو غزل للشعراء العاشقين. أي امرأة أنت؟ لست أدري. أنت أسطورة في عالم خيالي، وأخيرا وجدتك. نغم: إلى هذه الدرجة أنا وزوجي لا يعلم؟ عمار: لست فقط ما وصفته لك، بل أكثر وأكثر، ولو تكلمت إلى آخر لن أعطيك حقك. نغم: شكرا سيد عمار على المجاملة. عمار: ليست مجاملة، بل يا سيدتي فأنت هكذا قمر. وفجأة استيقظ زوجي لأقطع الخط مرتبكة، وسألني: مع من كنت تتكلمين؟ فقلت له: مع صديقتي. فرد: لماذا أقفلت الخط عندما رأيتني؟ فقلت: لا أبدا، انتهت المكالمة. وبصراحة كان زوجي غليظ فدا، يغار علي كثير، يشك بتصرفاتي كلها نتيجة لجمالي، حتى أنه كان يضربني أحيانا إذا وجدني واقف على البلكونة التي قام بإغلاقها كليا بعد شهرين من زواجنا. لبس زوجي هدومه وقرر أن يذهب مع أصدقائه إلى القهوة للعب الطاولة والتسلية، حاله مثل كل يوم، وتركني وحيدة أعاني مرارة الوحدة. لكن هذه المرة كنت سعيدة بمغادرته. وما أن غادر زوجي المنزل حتى اتصلت بعمار واعتذرت على إغلاق الهاتف فجأة، فرد علي معتذرا إذا كان سبب للإزعاج في حياتي، وسألني عن زوجي، فقلت غادر إلى القهوة وطلب أن يراني. ترددت في بادئ الأمر، لكني كنت مشتاقة لرؤيته، فحددت له موعدا سريعا.
توقعت من هذا الشاب الخوف من زوجي أو من أحد يراه، لكن أعجبت به أكثر عندما قال لي إني قادم. وبالفعل علمته عن مكان وجود المنزل وفي أي طابق أسكن، وجاء في موعده متلهفا لرؤيتي، وأنا منتظر على باب المنزل لأسمع خطوات قدمه صاعدا على الدرج، وأرى وجهه الملفت. وجدني أنتظره فقال لي: ما أجملك من امرأة، ومسك يدي ليقبلها، وفجأة وضع يده على وجهي وقبلني على شفتي وتحسس مكان قلبي، وبدون أي كلمة ذهب مغادرا. لا أدري كيف فعل هذا ولماذا سمحت أنا بهذا، فهذه المرة الأولى التي كان يقبلني فيها شاب غير زوجي. إلا أنني أحسست بهذه القبلة التي لم تدم طويلة، قبلة حملت كل معاني الحب والحنان، معاني الإثارة الحقيقية التي يجب أن تشعر بها كل امرأة زوجها دائما بعيد عنها. وصرت أقبل يدي مكان شفتيه لأحس بطعم شفتيه من جديد، وأصبحت أفكر في هذه اللحظة، أفكر فيه كثيرا، فأحسست أن الحب طرق بابي، وخاصة أنني تزوجت من زوجي زواجا تقليديا، يعني تعارف عائلي. وتكررت اتصالاتنا، وذات يوم طلب مني أن أراه خارج المنزل في أحد المطاعم، فخفت من ذلك لأن ورانا أحد، فأصر بطلبه، لأنني إذا كنت خائفة فمنزله لا يوجد فيه أحد، فإنه يحبني ومن غير الممكن أن يؤذيني. وتحت إصراره وافقت على طلبه، منتظرة فرصة لغياب زوجي، وأصبحت أترقب فرصة غياب زوجي حتى جاءت. قمت بالاتصال بعمر مبشرة له أن زوجي سافر، وفعلا أعطاني عنوان بيته، ولبست أحلى الثياب عندي وغادرت متوجها إلى منزلي. وضعت الجرس وفتح لي الباب بنفسه وقال لي: حبيبتي، تفضلي، البيت بيتك. فدخلت خائفة بعض الشيء. جلست على الكنبة وأخذ يحدثني عن أعماله وعن مغامراته، وكيف أنه لا يستطيع النوم منذ أن رآني في المطعم. وبصراحة من كثر مغازلته لي وددت أن أقوم وأقبله، لأنه لم أسمع كلاما جميلا منذ زواجي. وفجأة قامت فتاة هي نفس الفتاة التي كان يجلس معها في المطعم، جميلة جدا، تلبس قميصا شفاف ذات جسم جميل حمالة الكبير ولونة الشفاه، فشعرت بالغيرة منها كثيرا. سألته عاطفة: من هذه؟ إنها الفتاة التي كانت معك، لماذا تخدعني؟ فرد مبتسما: لماذا كل هذه الغضب؟ إنها خادمتي المخلصة شيماء. لكن رغم هدوئي ما زلت خلال جلوسي أشعر أنها ليست خادمة فقط. وقام بشرح قصته مع شيماء التي كانت لا تبلغ من العمر 18 سنة، كيف عثر عليها يتيمة الأب والأم وقام بتربيتها والاعتناء بها، وأنه لا يستطيع أن يتركها خوفا عليها من الشباب. قدمت لنا فتاة الشراب والطعام، وجلسنا نحن الثلاثة، أنا وهي وعمار، نضحك ونمرح. وقال لي: لماذا لا تقومي وتريحي نفسك من ثقل ثيابك؟ فبيتي دافئ بالفعل. خلعت معطفي التي كنت ألبس تحته بلوزة جميلة وبنطال من الجينز الضيق، وطلب من شيماء أن تفتح لنا التلفاز، وبالفعل فعلت ذلك. وكان هناك فيلم عربي جميل لفاتن حمامة مع محمود ياسين. طلبت أن أدخل للحمام، وكنت أرتدي تحت ملابسي بيبي دول مثير. كنت أول مرة أرتدي مثل هذه الأشياء، فزوجي كان لا يهتم بالملابس أو بي أصلا. وكنت أضع في شنطة يدي قميص نوم أسمر قصير جدا وبعض البرفانات. كنت مستعدة لعلاقة كاملة مع عمار. أنا لم يكن لدي خبرة في إغراء الرجال، كنت مندفعة جدا في هذه العلاقة. لكن عندما رأيت شيماء في المنزل رفضت تغيير ملابسي. وعندما رأيت عمار يقبل شيماء ويضع يده على صدرها وهي تتلوى مثل العقرب، كنت أول مرة في حياتي أرى مشهد مثل هذا في حياتي. في الحقيقة حتى زوجي لم يكن يفعل ذلك بهذه الصورة. إن عمار محترف، إنه يعرف ماذا يفعل في الأنثى لتستسلم له، لتكون تحت يده مثل ريشة يحركها كيفما شاء.
كانت عندي رغبة قوية أن أكون أنا مكان شيماء. كنت أتمنى أن أشعر بيده وهي تعتصر جسدي وأعضائه تذوب داخلي. كنت أنظر إليهما وأنا أشعر بإثارة جديدة. كنت أريد أن أكون مكان شيماء، لكن في نفس الوقت أشعر بالغثيان. هل أنا السيدة الوقورة المحترمة زوجة الرجل الطيب أكون في ذلك الوضع؟ أشارك سيدة أخرى مع رجل في الفراش؟ هل أصبحت نغم رخيصة لهذه الدرجة؟ عملت بعض الحركات حتى يشعر بي عمار وشيماء. لم يهتم عمار ونظر إلي بابتسامة خبيثة وقالت لي شيماء: شوفي صاحبك بيعمل إيه. وضحكت وكأنها عاهرة متمرسة وقالت: تعالي أنت لأني تعبت. نظرت لهم ولبست العباية وهممت بالخروج. جرى خلفي عمار ومسكني من ذراعي ورفضت العودة. حاول معي كثيرا هو وشيماء. قال: اجلسي لكي نفهم. كنت مصممة على الخروج. كنت في حالة نفسية سيئة جدا. خرجت إلى الشارع منهارة وذهبت إلى النادي وشربت قهوة حتى لا أذهب إلى المنزل وأنا بهذه الحالة. يشك زوجي أو يضغط علي حتى يعرف لماذا كنت أبكي. عندما ذهبت إلى المنزل كان زوجي يجلس يتابع التلفزيون ودخلت إلى غرفة نومي أبدل ملابسي. دخل زوجي خلفي وقال لي: أين كنت؟ لم تخبريني شيء، يعني أنك خارجة. وأجبته: والله كنت أحس بالملل فقررت أن أنزل لكي أشتري بعض اللوازم. رد زوجي: لم تدخلي بأي شنط أو مشتريات معك. فأجبته: لم يعجبني شيء. تجولت قليلا. كنت وقتها أغير ملابسي وكنت لا أعي أني ألبس بيبي دول. عندما شاهد زوجي ملابسي الداخلية قال متعجبا: ما هذا؟ أنت خارجة ولبسك فاضح. فأجبت: تغيير، لم أفعل شيء، مجرد تغيير. زوجي يرد علي: تغيير؟ تغيير من أي ناحية؟ هل في وحدة تخرج للشارع لابسة تحت ملابسها ملابس مثيرة إلا إذا كانت عشان تقلع؟ أجبته باندهاش: أقلع؟ هي وصلت للدرجة دي؟ أنت تفكيرك وسخ، فاكر كل الناس مثلك؟ زوجي يبحث في حقيبتي ويخرج كل محتوياتي على الأرض ويسقط منها قميص النوم. زوجي رد علي: أنا يوسف، ويرفع قميص النوم. فأجبته: كان في الحقيبة منذ أن اشتريته، سأخذه إلى الخياطة. زوجي بسخرية: ماذا ستفعلون به عند الخياطة؟ هل سترقصون عندها؟ فاندهشت به وقلت له: ماذا؟ أنا كنت أريد أن أضيقه قليلا. فرد علي زوجي وقال لي: طيب البسي، سأشاهد عليك لو كان واسع ولا ضيق. قلت لزوجي: أنت لا تصدقني؟ فرد علي: أريد أن أتأكد. وأنا أرتدي القميص كانت عيون زوجي كلها رغبة ووجهه أحمر للغاية. عندما لبست القميص كان ضيق من عند المؤخرة. عندما رأيت زوجي في هذه الحالة حاولت أن أزيد في إثارته وانحنيت أمامه حتى يراني ويثار أكثر. عندما انحنيت وقتها انقض علي من الخلف وأخذ يقبل في رقبتي وحملني وألقي بفوق السرير وانقض علي وكان عنيفا جدا وقوي. لم يكن زوجي بهذه القوة أو هذا الانتصاب. زوجي هو كأنه شخص آخر. كنت في غاية السعادة. لماذا أصبح زوجي بهذه القوة؟ هل هو كان محتاج أن يغار؟ كنت أعلم أن في بعض الرجال تشعر بالإثارة عندما تغار أو تشعر أن رجل ينظر إلى زوجته أو يرغب فيها. كانت لي صديقة كانت تقول أن زوجها كان يغار جدا من أجل حالتها لأنه كان يرغب أن يتزوجها. وكان عندما يزورها في المنزل ويشعر أن الزوجة مهتم به أو تشعر فيه كان يكون في حالة غريبة جدا. وكانت تقول أنه بعد مغادرة ابن خالتها يكون زوجها في حالة إثارة قوية جدا. وكانت تقول أنه
عندما يتجاهلها كانت تتحجج وتكلم ابن خالته أمامه وتحاول أن تضحك معه أو تقول كلام يحمل بعض الإغراء. كان زوجها يعود ويهتم بها مرة أخرى. كنت أعلم أن في رجال تحب ذلك، لكن عمري ما تخيلت أن زوجي منهم. إنه كان غليظ بارد غير مهتم غير بالمباريات أو الشغل. كانت العلاقة بيننا عبارة عن روتين أسبوعي ويحدث في 10 دقائق فقط. عندما انتهى زوجي نام بجواري وكأنه كان في معركة ينهج. قام بعدها قال لي غيري هدومك وجهزي شنطة هدومك. فأجبته لماذا؟ قال ستذهبين عند بيت أهلك أو تروحي اللي كنت عنده. واتصل بأبي وقال له تعالى خذ بنتك، وقال له على البيبودول والقميص. أبي قال له سآتي حالا. أنا جلست على الأرض وجلست ألطم وأبكي وأقول له منك لله فضحتني. أبي ممكن أن يقتلني أو يموت من الحزن أو القهر. لماذا فعلت ذلك؟ أنت مش متأكد أني كنت بخونك؟ وحلفت له على المصحف أنه لا يوجد شيء. تركني وخرج خارج الغرفة. بدون ما أشعر بعثت رسالة لعمار قلت له إنك لله وحكيت له كل حاجة. جرس الباب رن فقال لي زوجي افتح الباب. ذهبت لكي أفتح الباب وأنا في انتظار ردة فعل أبي ومجهز دليل براءته. لما فتحت الباب وجدت شيماء. الجزء الثاني إن شاء الله سيكون في القناة. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.